السلام عليكم خوتي احبابي صحابي الناس ديال قناه رصاص الشعب. جيت اليوم وجبت لكم الجديد من مدينه من المدن المغربيه، وفايت زرنا هذه المدينه هذه الخوت اللي هي الدار البيضاء، وبالضبط يعني حي بوسكوره. من هذا المنبر كيبغي يقول رصاص الشعب للناس ديال مدينه الدار البيضاء، وبالضبط حي بوسكوره. الله يجازيكم بخير. اي واحد بغى يتواصل معايا وبغى الخدمه ديال البيسين ديالو بالمعايير القانونيه والمتعارف عليها عندنا في المغرب، راه حنا موجودين 24 ساعه على 24 ساعه. كيف ما درنا مع هذه الاخت الكريمه تماما، يعني هذه السيده تواصلت معنا من مدينه يعني الدار البيضاء وحي بوسكوره، قالت لنا الله يجازيكم بخير بغينا نصاوبوا واحد البيسين اللي هو فيه المتراج تقريبا ماكسيمو 4 يعني في العرض على 8 في الطول، كيف ما كتشاهدوا معايا في الطول يعني تقريبا ماكسيموم 8 على 4. وبطبيعه الحال خارج منها لوكال تكنيك ولا باشاو. لوكال تكنيك ولا باشاو دائما كنديروا فيهم يعني 2 متر. كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدي الكرام، راه حنا مازال ما درناش هذاك يعني الفرق ما بين لا باشاو ولوكال تكنيك. الا لاحظتوا معايا لوكال تكنيك هو اللي كاين في هذا الجنب اللي من هنا، والجهه اللي من لهيه تما فين كاين يعني لا باشاو النسبه المئويه اللي غادي ترجع لينا ديال لا بيسين غترجع في هذاك لاباشاهو اللي عندنا في الجنب اللي من لهيه. حاليا هاد السيده هذه راه حنا شدينا من عندها يعني البيسين بلا حفير. يعني اغلبيه ديال البيسينات حاليا عندنا في المغرب راه حنا كنشدوهم بلا حفير. في حاله اذا كان الانسان مشغول وبغى يعطينا الحفير، راه حنا كندخلوه ليه في الدوفي وكنعطيوه ليه، كيف ما درنا يعني في بزاف ديال لا بيسينات بحال لا بيسين ديال طنجه راه حنا شديناه بالحفير، ولكن الحفير حتى الاخر عاد دخلناه الدوفي. يعني عطينا للسيد يعني الخدمه ديالو كيف ما كنعطيو لجميع الناس. كنعطيوه يعني الصندوق ديال الطوبيه كيف ما كتشاهدوا معايا، الصندوق ديال الطوبيه كنعطيوه البروميير ناب اللي هي الشبكه الاوليه ديال الحديد، وكنعطيوه الدوزيام ناب اللي هي الشبكه الثانيه ديال الحديد، وكنعطيوه البريستالاسيون اللي تشوفوا معايا بحال هكا. البريستالاسيون هما هادوك لي بوش يعني ديال الماء لي بوش والبريزفالي ولي بوندوفو خوتي حبابي. وحتى الماء حتى الكهرباء، يعني الماء والكهرباء كنعطيوه لكم في الدوفي ديالكم داخل. ومن بعد ملي كنديروا هاد العمليه هادي كندوزوا للمرحله ديال هذا الخوت ديال البيطون. وبيطون تيكون بيطون هودروفيج، يعني بيطون ديال الشركه هودروفيج اللي هو ماركه مزيانه ديال الماء، خاص بالماء. راه دائما كنقولها انا في الفيديوهات ديالي. وفي حاله الا ما كانش يعني البيطون يعني متوفر عندكم في المدينه ديالكم، راه ديك الساعه كنجيبوا يعني بطونيه وكنجيبوا مواد عازله اللي هي ديال الماء بحال سيكا حليب سيكا غبره، وكنجيبوا الماده ديال الهودروفيج وكنخلطوها مع الكاياس وكندوروها يعني في الجنبات ديال البيسين كله، وكنديروها حتى في الرادي اللي هي الارضيه ديال البيسين. وبالنسبه للناس اللي تيقولوا يا عبد الفتاح شحال كدير في السمك ديال البيطون، خوتي حبابي صحابي من هذا المنبر غادي نجاوبكم. يعني راه كل بيسين اخوتي على حسب يعني الميتراج اللي فيه كنديروا السمك ديالو. وبالنسبه للعديد راه بزاف الناس اللي غالطين غادي نصحح لهم هذه المعلومه. يعني تيكون عندهم البيسين صغير وتيقول لك غادي نخدم انا بالناب ديال 12 وديال 10، راه غلط اخوتي، غير كتضيعوا فلوسكم يعني في هذاك الحديد اللي كديروه غليظ. راه شحال ما كانت المساحه كبيره شحال كنزيدوا يعني في الحديد. يعني الا كانت 12 على 6 ممكن نخدموا الباره ديال 12 والبره ديال 10. اما الا كانت عندكم المساحه قليله راه غير العشرة على 8 خدام، غير 8 على 8 خدام. تفهمنا خوتي حبابي؟ غير هو اللي هو كنأكد عليه هو اللي هو مهم، هو الانسان يخدم بيطون مزيان ويجيب حريفيه اختصاصيين، يعني حريفيه مؤهلين اللي غادي يطلعوا لك يعني الخدمه في احسن ما يكون. راه بزاف الناس اللي كيعيطوا ليا وكيشكيو عليا تيقول يا عبد الفتاح راه عندنا تسرب ديال الماء في البيسين ديالنا وكيسيل وراه كينقص لينا الماء بزاف. راه دابا انا هادشي علاش كندير الفيديوهات وكنوصل لكم يعني الصوت ديالي وكنوصل لكم هاد المعلومات. علاش؟ على وديت باش ما تطيحوش في مواقف مع يعني التسرب ديال الماء ويخسر لكم البيسين ديالكم وانتم حاطين فيه واحد القدر المالي اللي هو ماشي سهل اخوتي.
المهم من هذا المنبر الا بغيتوا تسمعوا الكلام ديالي جيبوا ناس احترافيين، ناس يعني اختصاصيين في الميدان. راه ماشي انا كنشكر لكم نفسي ولا باغي نجي نخدم لكم، لا حاشا ولله. راه اي حاجه ضامنها لي انا الله في رزقي راه غادي توصلني، واللي ماشي في رزقي راه ما غاديش يوصلني. غير انا كنوضح لكم الصوره بين قوسين. يعني جيبوا ناس اهل الاختصاص، يا خدمت لكم انا يا خدم لكم اي واحد، غير جيبوا ناس اللي هما يعني شاربين الصنعه، عندهم ما يقولوا في الصنعه باش يعطيوكم واحد البرودوي مزيان ويعطيوكم خدمه مزيانه. جيبوا ناس اللي هما تقنيين، يعني حرايفيه ديال بصح. المهم نكمل لكم الموضوع ديال هذا البيسين اللي دويت لكم عليه. فيه الميتراج تقريبا ماكسيموم 8/4، والهي في هذيك البلاصه خوتي راه غتكون واحد الكليسه. بزاف ديال الناس اللي ولاو كيطلبوا لي هذه الكليسه، هذه الكليسه راه كتجي اخوتي معتبره بالنسبه لهنا. راه غيكونوا واحد الدروج، وهاد لابارتي هنايا راه غادي يكون ان شاء الله واحد الشلال جميل غادي يكون ان شاء الله. خليكم معايا في الفيديوهات الجايين غتشوفوا واحد المنظر ان شاء الله في هذا البيسين ديال مدينه يعني الدار البيضاء، وبالضبط حي بوسكوره غتشوفوا واحد المنظر جميل. المهم خوتي احبابي، راه انا اي مدينه كنمشي ليها كنحاول نوصل لكم المعلومات ونوصل لكم الجديد ونوصل لكم الخدمه اللي كيخدم بها رصاص الشعب. ولكن ما عليكم نتوما اشنو خاصكم ديروا جيم وابوني باش دائما يبقى يوصلكم الجديد ديالي. يعني فيما كنتو خوتي داخل المغرب خارج المغرب كيبغي يقول لكم رصاص الشعب حياكم الله اينما كنتم. المهم الخوت الحباب، دابا الحمد لله والشكر لله ملي دوزنا المراحل ديال البروبوتي وديال البروميير ناب والدوزيام ناب وديال البي في سي، بقاو لنا دابا الاضواء ان شاء الله باذن الله غادي نشريوهم غدا، وغادي نبداو في العمليه ديال هاش الخوت ديال الكفراج. دابا غنبداو الكفراج ان شاء الله اللي هو التخشيب ديال لابيسين كله. من بعد ملي غنساليو التخشيب ديالنا غادي نعيطوا للبيطون هودروفيج نخدموا به الارضيه هي الاولى، ونخدموا به ان شاء الله الجنبات. المهم ما غاديش نحرق لكم يعني المراحل، ان شاء الله باذن الله غادي نمشيو بالتدريج. وراه خليكم معايا في الفيديوهات الجايين غادي تشوفوا ان شاء الله الجديد ديال مدينه طنجه، والجديد ديال مدينه بن سليمان، والجديد ديال مدينه الجديده، والجديد ديال هذه المدينه اللي هي الدار البيضاء بوسكوره. غادي تشوفوا معايا هاد لابيسين ان شاء الله اللي غادي نطلعوه حتى هو في احسن حله. من هذا المنبر كيبغي يقول رصاص الشعب، يعني الناس اللي كيتيقوا فينا وكيعطيونا نخدموا ليهم البيسين ديالهم، كنبغي نشكركم من القلب ديالي الخالص، لان الحمد لله كديروا فينا الثقه، وحنا كذلك راه حنا كنكونوا عند حسن الثقه ديالكم بينا، وكنتبعوا داك الشيء بالتدقيق الممل وبما يرضيكم ويرضي الله ويرضي نفوسنا بطبيعه الحال. وراه حنا الثمن اللي كنعطيوكم، كاينين الناس اللي تقول لي عبد الفتاح راه الثمن ديالك زايد شويه على السوق. الخوت الحباب الثمن ديالي اللي كنعطيكم راه ثمن عارف راسي اشنو كنعطيكم. يعني الا عطيتكم الثمن راني عاطيكم على الخدمه اللي غادي نعطي، على الجهد اللي غنعطي، على المتابعه ديالي، وعلى التدقيق اللي كندقق في البيسين باش نعطيه لكم في احسن ما يكون اخوتي. المهم كيبغي يقول لكم رصاص الشعب، خليكم معايا ان شاء الله في الفيديوهات الجايين. ما بقى لي الا نودعكم، حياكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.